السلام عليكم، اهلا حبيباتي. ان شاء الله تكونوا بخير في صحه جيده. ان شاء الله صحه فطوركم. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم طريقتي في تحضير المقروط. نتمنى ينال اعجابكم. طريقه ناجحه ان شاء الله، يعني 100%. انا نحب يعني مقروط الكوشه، والزوج تاعي يحب مقروط المقله. كيما راكم تشاهدوا لازم لنا سميد متوسط. تسمى كي نشريو سيم متوسط ولا اي يعني سميد تكونوا موالفين تخدموا به، شريو متوسط. هنا الكيله تاعنا نديروها بومبي. كي نعمروا الكيله راح نديروها بومبي كيما راكم تشاهدوا هكذا. نبومبيوها هكذا. ما تنساوش غربلوه قبل ما ديروه باش الشيشه تاعكم تستهوى. نديروا له شويه لافاني، كاين اللي يدير له القرفان، نحب ندير له لافاني. ندير له شويه ملح باش ما يجينيش صامت. هنا درنا سميد 3 كيلات سميد بومبي، ملح ولافاني، ودرنا ملعقه صغيره يعني ملعقه تاع قهوه سكر باش باك تحصلوا على ديك لا كولور. السمن انا نخدم بالمرجان كيما راكم تشاهدوا. نديرو كيله اكزاكت سمن، يكون ذايب وبارد، ما ديروهش سخون، لازم يكون بارد. هكذا يعني خلطنا المواد الجافة ومن بعد نديروا لهم السمن. نبسوا لاباط تاعنا كيما راكم تشاهدوا. نبسوها، خدموها مليح، بسوها بين يديكم وخليوه يعني بات ليله لي تكون مزروبه به. تقدر ديروا صباح وتخدموا باغ اكزومبل في الليل في السهره ولا كيما راكم تشوفوا هكذا راهم بسس. نغطيوه ونخليوه يبات ليله. هنا عندي الكاوكاو، ديروا 2 كيلات كاوكاو بكيله سكر، ارحيوهم مع بعض في الروبو ومن بعد لموهم بشويه بياض البيض والمزهر كيما راكم تشاهدوا. تولي عندكم اون بات هكذا. راح يعني تضمنوا بلي موش راح يخرج لكم من لي كوتي تاع حبه المقروط، راح يقعد هكذاك. صدقوني هذه الطريقه ناجحه يعني 200%، خاصه للمبتدئات، مليحه بزاف. هنا نديروا 1 بياض البيض وندير له مزهر بنفس الكيله اللي خدمت بها برك، ونبداو نخدم مزهر وندير له الماء. يعني نفس الكيله راح ندير فيها نص مزهر ونص ماء وبياض بيضه هكذا. ثاني راح تضمنوا بلي ما يتحللكمش في المقله. يعني يقعد هكذاك كيما راكم تشاهدوا. دوكا نبداو نبلو لاباط تاعنا المقروط تاعنا بهذاك الخليط. وكي باغ اكزومبل خلاص هذا الخليط واحتاجتي ومازال لاباط تاعك مازالت ما تلمتش، زيدي توجور نص مزهر ونص ماء. احنا في مقروط الكوشه المزهر ما نديروهش لانه هو اللي يشقق المقروط. في تاع المقله هذا يعني هذه الطريقه اللي تعلمتو بها، ندير فيه المزهر ونلمو كيما راكم تشاهدوا. هنا ما تلمتليش مليح لاباط تاعي هذه تاع المقروط. عفوا. راح نزيد ثاني نص مزهر ونص ماء. ها هو كيما راكم تشاهدوا. ونزيد نبلها بلو يعني ما تخافوش من تقولوا دوك نشمخوها بزاف ولا لانه الشيشه تشرب لكم ومن الاحسن كي تستنفخ الحبه هكذا تشرب يعني تشبع ما خير، لانه راهم بس ما تخافوش منه. هكذا كيما كنتو تشوفوا، شوفوها مشمخ. الان كي شمختو هكذا بيان هكذا. استناو هنا نزيدلو شويه. قلت لكم شمخوه ما تخافوش منه. ها شوفوا كيف ها هو مشمخ هكذا. الان غطيوه وخليوه يقعد.
يقعد واحد ربع ساعه 10 دقائق، سا ديبون نتوما واش. شوفوا هنا كي قعد لي هنا واحد 10 مينوت ولا ان كار دور، شوفوا كيفاه لقيتوه وشرب الماء بس. صافي دير ماهوش يعني شارب مليح. هنا نزيد له الماء والمزهر. قلت لكم ما تخافوش زيدوا، يعني ما تجريوهش بزاف يولي لكم ما باليش انا يتحرحل لكم شويه. قعدوا يعني تراقبوا يدكم. كيما راكم تشاهدوا هنا زدت له المزهر. هنا الكاوكاو تاعي راح نوجدوا دي بودان هكذا باش نسهل عليا يعني لو طرافاي، باش نخدم اليز. نوجد لي بودان. او ميم طون لاباط تاعي راح نقسمها على 3 بول. هكذا نبدا باللابول الاولى ندير فيها الحربوش تاعي تاع الكاوكاو. اللي عندها اللوز من الافضل يعني دير اللوز يجيها بنين. انا في المناسبات هذو تاع العيد ويعني ما نحبش نخسر روحي في اللوز والجوز. نحب كاوكاو برك لانه نهار يومين هو فايت، ماشي كيما العراس ولا صح تقدري تخسري. مي هذو لي زوكازيون هذو ليسونسيال نديرو شويه فال. لا ميم شوز لو دوزيام لو تروازيام نوجدوهم هكذا دي بودان قدامنا. ما تكثروش يعني لا فارس، ديروا شويه برك ماشي. هنا وجدت لي بودان تاوعي في 3. نبدا نخدم لو بروميي هكذا. لازم يجيكم بومبي، قد ما تجيكم الحبه بومبي راح تجيكم باهيه. ومن في التقطع ما ديرولهاش هذيك لا بوينت كيما نقولوا كي تهزوا قد الموس نتوما ميلوا شويه هكذا. كيما راكم تشاهدوا باش يجينا قد هذاك لو بودا. ان شاء الله تجربوه ويصلح لكم، لانه يعني بزاف الناس اللي كيديروه يتحل في المقله، وهذاك هو المشكل. انا قطعته بالكوبات، اللي حبت تدير بالموس تدير بالموس هكذا. نكيلو يعني على 2 صباع. سقموا الحبات تاعنا قبل ما نطيبوهم كيما قلت لكم بومبي والحبه هكذا. هكذا نوجدوهم في صني ولا نحطوهم. الان الزيت تاعنا كيما راكم تشاهدوا انا نقلي توجور في الطاوه. لازم الحبه تغمر بالزيت، يعني تكون الزيت السمك نلوحها في الزيت تكون مغطوسه هكذا. الزيت ما يكونش ناقص بزاف وما يكونش قوي، متوسط برك، نقص ماشي ناقص مره وماشي قوي بزاف. والعسل تاعنا نسخنوه، ما تخليوش الغاز تشعل في العسل، سخنوه برك وطفيوه، ما يسخنش بزاف يدفى ونطفيوه. نخرجوا الحبات تاعنا من الزيت ديريكتومون نحطوهم في العسل باه يشربوا. هنا كيما راكم تشاهدوا نحيتو درتو في العسل. نخليوه واحد 10 دقائق ولا دبروا راسكم قداه تحبوا تخليوه في العسل. نتمنى ان شاء الله مقروط اليوم ينال اعجابكم وتجربوه ويصلح لكم. قلت لكم خاصه للمبتدئات. كما راكم تشوفوا ها هو مرمل يعني ماهوش معجن. حبه حبه كيف يقولوا حبه طويل خطها. نتمنى المقروط تاع اليوم يعجبكم حبيباتي، وصحه فطوركم، والى اللقاء. الى يعني لا غوسيت الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.